رسالة كبيرة. بدأ أبو بكر. بلال مر عليه الرسول وهو يعذب، فإذا هو بيراه حاطين بلال في حديد، يعني مدخلينه في لبس من حديد كاملا مثل الدرع الكامل، والنار تحته، وفي حر، في حر ماذا؟ في حر مكة، والنبي يلتفت إليه ويصبره وهو يقول أحد أحد، ما عنده غير هالعبارة رضي الله عنه وارضاه. حتى قيل عبد من إهانتهم له أنهم كانوا يجعلوا الأطفال يسحبونه في الشوارع في السكك إهانة له، لكن الرسول ينظر إليه ويقول صبرا. يوم فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام، وش وقف عند باب الكعبة، وقف الرسول فنظر في الناس، فيه الآن كبار العباس وابو بكر وعمر وكبار الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين بلال؟ وين بلال؟ هذا مشهد مهيب. وأسلم أبو سفيان في ذاك اليوم، من أعظم المشاهد ترى فتح مكة. فإذا بلال واقف قال تعال يا بلال. بلال يرى نفسه أنه لا شيء، رايح بعيد، وهو ذو قيمة عظيمة عند المسلمين. فتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال وصلي معي في الكعبة، والله لا يصلين أحد معي في الكعبة إلا أنت. ويدخل قدام الناس ويناظرون الكفار، هذا صاحب، ويدخل ويصلي مع النبي داخل الكعبة فقط بلال. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، قال النبي تعال يا أبو بكر وتعال يا عمر، قفا عند الحجر. قم يا بلال اصعد على ظهر الكعبة. يا رسول الكعبة طويلة، قف ولتضع رجلك اليمنى على كتف أبي بكر ورجلك اليسار على كتف عمر. ويرفعونك الصحابيين الجليلين، ويرفعونه الناس يشوفون، حتى قال أبو جهل والله إني لتمنيت أن باطن الأرض اليوم أنها أحب عندي من ظاهرها، ولا أرى هذا الغراب ينعق على ظهر هذه الكعبة. ويرفعه الصحابيين الجليلين ويرقى فوق بلال، والرسول يشوفه قال يا بلال والله الذي لا إله غيره إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن يا بلال. كان في رجل من الصحابة